اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. بصوا، عملنا النهارده مخلل البتنجان من غير اي حاجه. فلفل وبتنجان كانوا موجودين عندي في البيت، وما اشتريتش اي حاجه تاني، وكان طالع زي الزبده وطعمه كان تحفه. عايزين تعرفوا الطريقه؟ يلا بسرعه حطوا لايك وتعالوا شوفوا احنا عملناها مع بعض ازاي. انا كان عندي البتنجان دوت في التلاجة، كان قرب يبوظ كده. انا كنت نسيته اصلا في درج التلاجة، فقلت حرام بقى، ما ينفعش ان انا ارميه. يلا نعمل البتنجان المخلل اللي انتوا شايفينه ده. غسلت البتنجان كويس وشلت راس البتنجانية من فوق زي ما انتوا شايفين. يلا نبدأ بسم الله. هحط البتنجان على جنب واروح بقى اجيب حلة علشان اعمل فيها البتنجان المخلل. هنحط البتنجان المخلل في حلة؟ لا طبعا، احنا نسلقه بس. جبت البتنجان ومسكت البتنجانية كده وقسمتها لغاية النص بس مش كلها. بدأت اقطع كده بالسكينة نص البتنجانية، مش كل البتنجانية عشان ما تتقطعش مني في الحلة واحنا بنسلقها. وبدأت ان انا اقطع البتنجان كله بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي علشان نعمل البتنجان المخلل ده. طبعا بتنجان كان هيترمي مني وكان هيبوظ خسارة، فقلت لا مش هينفع ان انا ارميه، حرام طبعا. واحنا كلنا كشعب مصري بنحب نحدق بالمخلل جنب الاكل، فانا قلت اعمل بقى ايه. البتنجان ده طبعا ما كانش هينفع حاجة غير ان هو يتعمل مخلل. خلاص كل البتنجان فتحته لغاية النص ونزلت بقى بالمية، وبدأت ان انا اغطي البتنجان بالمية. بصوا كده كده البتنجان بيطفل فوق، بس انتي لازم تشوفي وتتأكدي ان المية ازيد من البتنجان، يعني معدية البتنجان. خلاص كده اتأكدتي ان المية معدية البتنجان. يلا بقى خدي البتنجان الحلو اللي انت عملتيه ده وحطيه على البوتاجاز وسيبيه ياخد كام غلوة. اوعي تسيبيه يستوي، لو استوى على البوتاجاز هيبوظ منك. اديله نص سوا، خلي البتنجان يبقى نص سوا. بصوا انا حبيت اوريكم ان انا ما سبتهوش كتير، المية زي ما هي اهي، فانا خليته بس يغلي لغاية اما البتنجان يبقى نص سوا، وهقفل عليه النار. وهاخد البتنجان بقى اصفيه كويس جدا، وهكون محضرة صينية افرد عليها البتنجان. فردت البتنجان بعد ما صفيته كويس جدا على الصينية. بصوا ما شاء الله استوى نص سوا، والبتنجانية كانت متماسكة ازاي، ما شاء الله كانت جميلة، بس كانت سخنة جدا. فانا قلت اسيب البتنجان لغاية ما يبرد وارجع تاني اعمل الطريقة بتاعتنا. خلاص كده ما شاء الله البتنجان برد وبقى جميل خالص. يلا بقى حضرت الفلفل اللي انا كنت جايباه بقى علشان احشي بيه البتنجان المخلل. طبعا انا بحب الفلفل الحار. طبعا على حسب ما انت حابه. هاخده بقى افرمه في الكبه، بس مش هفرمه للاخر. بصوا هخلي الفلفليه كده خشنه شويه، مش هفرمه صغير زي ما انت شايفه كده، هخليها خشنه شويه. وطبعا فرمت معاها 3 فصوص من التوم، مهم جدا ان انت تحطي توم معاها كماده حافظه. ونزلت بمعلقتين كبار من الملح على الفلفل، مهم جدا ان انت تحطي ملح على الفلفل علشان الفلفل ما يتهريش في البتنجان. ما تتكليش على الملح اللي هتحطيه على البتنجان المخلل كله، لا لازم تحطي ملح على الفلفل نفسه وتقلبيه علشان الفلفل ما يتهريش داخل البتنجان ويعمل رغاوي بيضة كده. وخلاص كده جبت بقى العلبة اللي انا هعمل فيها البتنجان بتاعنا اللي انتوا شايفينه كده، وهبدأ احشي البتنجان زي ما انتوا شايفين. يا رب بس الفيديو يعجبكم. عايزه اقول لكم يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراكات ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد، وكومنتاتكم الجميله ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ونفضل مع بعض على طول. ولايكات كتير 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 علشان القناه تفضل معاكم. خلاص كده هبدأ احشي كل البتنجان المخلل بالطريقة دي. مهم جدا ان انت قبل ما تسلقي البتنجان تكوني فاتحة البتنجانية كده بالنص. اوعي تفتحي البتنجانية بعد ما تتسلق، هتتهري منك. يعني البتنجان قبل ما تسلقيه تكوني فاتحاه كده من النص، اوعي تفتحي البتنجانية بعد ما تتسلق. كده ما شاء الله عملنا الكمية دي، هخلص كل الكمية وارجع لكم تاني. خلاص ما شاء الله عملت البتنجان كله زي ما انتوا شايفين كده. هجيب الطبق اللي مطرح الفلفل وهحط فيه شوية مية، وهنزل ب4 معالق كبار من الملح.
طبعا 4 معالق كبار من الملح على كمية البتنجان دي حلوة خالص. انتي لو حابة تزودي براحتك، بس انا ما بحبش المخلل يبقى حادق لدرجة الملوحة، فهو بيبقى الملح ده كويس جدا جدا مع الكمية اللي انا عملتها من البتنجان دي. وهقلب الملح في المية كويس جدا، وهبدأ انزل بالمية والملح دي على البتنجان، يعني شوية بتنجان وشوية فلفل عملنا احلى مخلل بتنجان. مهم ان انت تغطي البتنجان بالمية والملح. بصي، يعني تزودي المية والملح من فوق ما تقلليه. وكنت فرمة كام قرن فلفل كده وحطيتهم من فوق زي ما انتوا شايفين كده، وغطيت العلبة كويس جدا. مهم ان انت تكتمي عنها الهواء، بصي ما يبقاش فيها، وانا ميلتها مفيش ولا نقطة مية، وهي العلبة اصلا كبس فمش ما بتدخلش هوا، لان لو دخلت هوا هتريم وهتبقى مش حلوة. فانا كتمت عنها الهوا، اخدت معايا يومين 2 وكانت ما شاء الله جميلة جدا جدا. فتحت عليها قدامكم زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله المخلل شكله بصوا ويفتح النفس، روعة روعة روعة. انا حبيت افتح العلبة قدامكم كده عشان تشوفوا الجمال والحلاوة دي. عملناها في يومين 2 بس، كان احلى مخلل. الجو طبعا حر فالمخلل اتعمل بسرعة خالص. هبدأ اطلع البتنجان كده، اوريكم بتنجان المخلل اللي احنا عملناه مع بعض عامل ازاي. بصوا ما شاء الله، خطير خطير خطير. المخلل كان بصي اللون، بصي لون البتنجانية من جوه دي تأكد لك ان البتنجان دوت معمول صح. بصي اللون اختلف ازاي واحمر ازاي. فانا قلت ادوقه لكم بقى علشان اشوف البتنجان ده معمول صح ولا لا. ما شاء الله كان زي الزبدة، روعة روعة روعة. اتمنى تعملوه بطريقتي، فلفل وبتنجان، وعملنا احلى مخلل بتنجان في البيت بكل سهوله. طبعا تاكليه مع اي اكله حرشه. ااكد لك على الطعم، استني كده، طعمه روعه والبتنجان كان زي الزبده. اتمنى ان انتوا تجربوه تعملوه بطريقتي. خلاص كده بعد ما احنا عملنا البتنجان وطلعنا كده، هنغطي بقى العلبة كويس جدا. ما تسيبيش برضو العلبة متهوية علشان ما تبص منك. هغطيها كويس جدا وهحطها بقى في التلاجة، ووقت ما اكون عايزة مخلل اطلعها من التلاجة واخد الكمية اللي انا عايزاها وارجعها التلاجة تاني، لان الجو حار ما تبص مننا او تتهري مننا. حطيها في التلاجة وطلعيها وقت ما تحتاجي مخلل بس. بصوا ما شاء الله الطريقه جميله، يا رب تعجبكم. اتمنى ان انتوا تقولوا لي رايكم في كومنت جميل زيكم. طبعا انا ما رضيتش ارمي البتنجان، فحبيت اوريكم انا عملت بيه ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. واللي نسي اللايك يحط اللايك، وانتظروني في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.